فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ. سلام سلام، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. ورجعت لكم بفيديو جديد إلي على قناتي. برحب كل حدا عم بتابعني عن جديد أو شاف الفيديو. وبتمنى اللي بيعجبه الفيديو يكتب لي كومنت حلو مثله ويعمل لي اشتراك بالقناة ويعمل لي لايك. هلأ هون أنا بلشت بعملان الفتوش اللبناني. هلأ في غيرنا بقلها سلطة، نحنا بنقلها بلبنان فتوش. هلأ هي عبارة عن خضرة اللي موجودة، يعني بندورة، خيار، زعتر بري، فجل، بقدونس، بصل، يعني شو موجود خضرة فيكن تحطوا فيها، اسمه فتوش، يعني فيكن تحطوا فيه أي خضرة موجودة عندكم. وبيتقدم معاه خبز كمان مقلي. ما قليته أنا، بس حطيت له شوية زيت وعملته على النار بدون قلي، يعني غزير، زيت غزير. يعني بضل قلي الخبز، شوفوا حنحركهم منيح لحتى ياخدوا لون ويتحمصوا. ومنتبله آخر شي بحامض وسماق ودبس رمان وزيت زيتون وملح، يعني هيك أنا بحط له. هلا أنا حبيت أحط رمان كمان، بيعطي كتير طعمة طيبة، خاصة إذا كان حامض الرمان. هلا نحن عنا بلبنان بشهر رمضان الفتوش موجود يوميا تقريبا على السفرة، يعني يوميا لازم يكون الفتوش موجود. هلا أنا أوقات كتير ناس تسألني إنه، خاصة إنه أنا بعدني على أول تأسيس القناة عندنا إن شاء الله، يعني بوجودكم، إنه شو السبب وهيك. السبب إنه هلا أنا من زمان كنت حابة أفتح، وأنا قايلة ذاكرة بفيديوهات قبل، بس لهلأ لحتى هيك صار عندي دافع، لأنه الوضع يعني حوالينا ما كتير منيح، وأني من كتير محبة التصوير وبحب إنه شارك روتينات وطبخات وهيك. فقلت إنه الواحد يعني ما بيعلم شو ممكن يصير معه وهيك، ليش ما يعني خلص أسس إنه لأني بتمناه، وهذا الشيء أنا بطمح له من زمان، فصار في مثل تشجيع يعني، وفتحنا اتكلنا على الله. هلا أنا كنت عم جهز لحشوات السمبوسك أو الرقاقات. أنا عملت الشكل. أول حشوة هي إني نقعت عكاوي تشيكي اللي نحن بنعمله للمناقيش، حليته، يعني بترك شوية ملوحة فيه، بفرم معه بصل أخضر ناعم وبقدونس، وبزيد عليه موزاريلا، جبنة موزاريلا. هيدي أول حشوة عملتها. تاني حشوة هي عبارة عن قطع مربعات أي جبنة كريمية عندكم موجودة. أنا ما كترت لأنه ما بحبها كتير تقيلة، لأنه جبنة الموزاريلا أصلا لعندي جاي طعمتها مثل القشوان، فخلطتهم كتير منيح وزدت حبة البركة. في واحد يزيد يرجع معهم بقدونس، بس أنا حبيت هيك أعملها، يعني اللي قبل الحشوة كان فيها بقدونس. وهيك خبرونا انتو شو عملتوا حشوات. انا اكتر شي نحنا ما بنحب اللحم كتير، والقصص التانية اكتر شي بنحب الجبنة، يعني بنفضل كتير انواع الجبنة بالسمبوسك، يعني ما بنفضل اي نوع تاني لحمة. في منهم بيعملوا سبرينج رول، في منهم بيعملوا كتير قصص. لا نحنا كتير من محبي الجبنة يعني. هلا هون كنت عم بعمل الخليط لحتى لزق العجينة، اللي هو عبارة عن طحين ومي بس، يعني ما بده يكونوا كتير رخوين، بده يكونوا هيك شوي جامدين كرمال تلزق دغري. وهون بلشنا باللف. هلا انا ما وقفت، يعني انا عادة شغلي كله بشتغل انا واقفة، بس هالمرة خلص لانه في كمية، فقررت اعملهم يعني دغري بخلصهم.
في شغلة انتو عم تلفوا بس تفتحوا العجينة لأنه بتكون جاهزة لازم نغطيها بشي كرمال ما تنشف. وبلشت بالمثلثات. هلا انا ذاكرة كيف بعمل يعني مثلثات، للي ما بيعرف اكيد في كتير ناس بتعرف كيف. بلشت بحشوة المثلثات، يعني عاملة حشوتين يعني. ان شاء الله بيكون هيدا شهر رمضان خير وبركة علينا، والله يبعث لنا ايام حلوة احسن من الايام اللي عم نمرق فيها بالنسبة للوضع يعني على كل الدول. وان شاء الله بتكون يعني ان شاء الله ببلش شهر رمضان بالخير والبركة على الكل. هلا انا خلصت لاول مرة بحياتي بجرب اني فرز ورق عنب ملفوفين جاهزين اللي هن في ناس بيقولوا له يالانجي، بس نحن بنقوله ورق عنب خضرة او ورق عريش. يعني في مزوجة بتتلج وكذا حدا صرت بعرفه انه بيتلج، فقررت اني اجرب خاطر، مع انه ذاكرة قبل انه انا ما بحب الاشياء كتير المتلجة، بس قلت انه هيدا الشي بده وقت معي، فاذا بدي اطبخ شي مرة يعني بده وقت منيح، فليش ما بتلج كمان. فجربت عملت علبة كبيرة يعني طبخة طنجرة كبيرة لنشوف اذا عجبتنا الفكرة نستمر فيها ان شاء الله. هلا هون السمبوسك يعني تلجتهم تابروير وقسمتهم مثل حصص كمان انه عائلتي صغيرة فبكياس يعني عملت طلعوا هلات، واكيد اذا انا بعد بدي برجع بعمل يعني بعدين برجع. هلا هون كان عندي حمص مسلوق فقررت انه تلج منهم، بس هون انتبهت انه فيهم ماي رجعت صفيتهم منيح من الماي وطلجتهم. عملت طبختين بس يعني ما كتير كترت لانه اني اصلا عندي علب جاهزين كمان، فقلت بفرزهم لانه عندي زيادة يعني بحطهم بالفريزر بركي لهم استخدام بالفتة بشي اكلت يعني بدها حمص. هون بلشت تجهيز بخضرة اليالانجي أو ورق عنب بخضار، نحن بنقله خضرة. عندي بقدونس وبدي بصل، أنا بحط يابس، في ناس بتحط بصل أخضر ونعناع يعني بعتقد هون، وبحط رز ويعني بحط لهم سماق وبحط لهم زيت زيتون وملح وحامض. في ناس بتحط دبس رمان، انا بفضل انه بس اغليهم يعني ويخلصوا، بحط لهم انه اخر شي شوي يعني رشة مع الغلي. هلا هون ورق العنب ودي يعني كتسينهم موني يعني كمونة، مش انه جاهزين، غليتهم شوي كرمال وخلصت الحشوة.
هلا اللي مجرب انه فارز ورق عنب مثلي يكتب لي بالكومنتس كيف كانت النتيجة. لهون نكون خلصنا يعني تقريبا كل المونة، فهيك مثل قعدة رواق من غير الشر يعني بعد الشغل والتعب وهيك. أكيد الحمد لله على كل شي، هيك مثل قعدة حلوة. وهيدا كان فيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوني من كومنتاتكم الحلوة اللي مثلكم، وأكيد لايك للفيديو، وإذا حبيتوا اشتركوا بقناتي. وبأمان الله حبيبات قلبي.